مبدأ خالف تعرف. في بعض الصفحات الكبيرة كده والناس اللي عندها متابعين كتير ماسكين كابتن حسام حسن من امبارح تقطيع. بص التشكيلة، اصل بص الطريقة، بص هنا طريقة الدفاع، اصل بص التغييرات اللي بتبوظ الماتش. تغييرات ايه؟ ما الراجل عمل كل اللي ينفع يتعمل في الماتش. طلع مرموش عشان هو مش هيقدر يطلع صلاح، لان مفيش حد يقدر يطلع صلاح. ده يورجن كلوب ما كانش بيطلع صلاح، فالراجل طلع مرموش ونزل هنا امام عشان يقفل الناحية اليمين. دخل هنا محمد شحاتة ومهند هنا في نص الملعب، وطلع زيزو وقفل نص الملعب. فانت محتاج ايه من كابتن حسام حسن؟ اللي يشوف الناس دي يقول ان اجيري وفيتوريا وكوبر وكيروش مقويين قلبهم. ده احنا كنا بنصعد للمجموعات بالعافيه، كنا بنصعد اصلا لافريقيا بالعافيه. كنا بنتعادل مع اثيوبيا، واثيوبيا تهنا مش نتعادل كمان، وموزمبيق وفرق اصلا ما كانتش في التصنيف، وكانت بتطلعنا وتبهدلنا في الملعب وتضحك علينا. فانت دلوقتي لما معاك مدرب بيقدم اداء وبيقدم روح وبيرجع هنا المنتخب لحقيقته وبيرجع هنا الشغف للناس، فالمفروض تدعمه. مش المفروض بقى تقف وتتريق على الفاضي وعلى المليان وتحارب وتقول ده بص بيعمل ايه وبص بيسوي ايه. ما تخليك معاه، خليك مع المدرب الوطني. ما انت جربت 5 6 اجانب ما عملتش معاهم اي حاجه، وكل المنتخبات الافريقيه اللي ما كانتش في التصنيف كانت بتضحك عليك. فكل التوفيق لكابتن حسام حسن، وكل التوفيق للمنتخب المصري، وان شاء الله كابتن حسام حسن رغم انف الحاقدين يقدر يرجع بأمم افريقيا ان شاء الله.